يونيو 2024 34 شخص غرقوا في وسط البحر قرب السواحل الإيطالية. القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي قصة حقيقية لشاب اسمه أحمد كان طالب في كلية هندسة. في يوم من الأيام خرج من الامتحان، كان طبعا متضايق، محلش كويس، ظروف الحياة صعبة، فبيهزر هو وصاحبه، قال له بقولك ايه، ما تيجي نهاجر. الموضوع الهزار قلب جد. دخلوا على الفيسبوك، كتبوا السفر إلى إيطاليا، ظهر لهم رقم واحد، كلموه، قال لهم تعالوا النهارده حالا قابلوني وانا هدبر لكم كل حاجه. راحوا قابلوه، سابوا حياتهم وكل اللي وراهم وراحوا للراجل. هنا بدأت القصه. انا نفسي كنت زي احمد من 15 سنه، كنت زي اي شاب بحلم ان انا اسافر. قدمت في الهجرة الامريكية، ودي نسبة ان الواحد يكسب فيها تقريبا اقل من 0.5%، وجات لي فعلا ساعتها وكسبت، بس ربنا ساعتها ما اردش ان انا اسافر، والحمد لله ده اللي حصل علشان اكتشف الطريق التاني اللي هحكي لكم عليه دلوقتي. بس قبل ما احكي لكم على الطريق التاني اللي اكتشفته، لازم الاول نكمل قصة احمد واصحابه عشان يسافروا ايطاليا. الموضوع كان صعب جدا، قعدوا في الصحراء تقريبا 30 يوم ما بين الحياة والموت. الاكل قليل جدا، المية مش نظيفة، عدد كبير جدا قاعد في حتة ضيقة جدا. في الآخر قالوا لهم يلا نطلع على المركب. بعد كذا محاولة فاشلة طلعوا 560 واحد على مركب صغير غير مؤهل بتاتا، منهم عائلات، منهم أطفال، منهم ناس كبيرة، كل الجنسيات. وهم في طريقهم في البحر شافوا الموت بعينهم أكتر من مرة. موج عالي جدا، ظلام ما تشوفش ايدك، حتى ناس حرفيا قاعدة فوق بعض، ظروف مأساوية. بقدرة قدروا يوصلوا قرب الحدود الإيطالية، والهلال الأحمر جه أنقذهم. بس زي ما ربنا كان كريم مع أحمد وأصحابه، في غيرهم للأسف آلاف كل شهر بيموتوا في المية. الطريق التاني بقى اللي اكتشفته من 15 سنة، انك ممكن وانت قاعد في بيتك تعمل احسن شغل في اوروبا وامريكا وبره وفي اي حتة، وتعمل فلوس وتشتغل وانت قاعد على اللابتوب بتاعك. باستخدام الذكاء الاصطناعي دلوقتي تقدر تتكلم italiano, puoi creare contenuti in italiano o spagnolo, qualsiasi lingua nel mondo puoi creare contenuti, video. أنا اسمي محمد خيري، وبعمل محتوى عن التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وإزاي توظف الاتنين اللي أنت تشتغل على النت وتعمل فلوس. لو أنت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، لو السوشيال ميديا اعمل لي لايك وشير، وهتلاقي لينك في الكومنتات تسجل فيه عشان يوصلك الكورس المجاني عن التجارة الإلكترونية أول ما ينزل.